السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الحلوين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. اهلا بكم دكاترة في المحاضرة الاولى من محاضرات كورس التأسيس اللي انت مستنيه من زمان. ان شاء الله هنكتشف مع بعض في الكورس ده والرحلة دي كل صغيرة وكبيرة في اللغة الإنجليزية. هنشرح كل حاجة، هنشرح الحرف، هنشرح الكلمة، هنشرح الفعل، هنشرح الصفة، هنشرح الجملة، هنشرح المحادثة، هنشرح الأزمنة، هنشرح كل ما لذ وطاب في اللغة الإنجليزية في حدوتة كرياتيف وبسيطة. هنلم كل المعلومات بإذن رب العالمين. خلاص؟ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا هذا. اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله المحاضره بتاعتنا دلوقتي هتمشي على النحو التالي. هنشرح النهارده اقسام الكلام في اللغه الانجليزيه. الانجليزي عباره عن ايه؟ هنشرح الحرف، هنشرح الكلمه، هنشرح الجمله والعباره وشبه الجمله، نعرف معانيهم. خلاص؟ وهقول لك دلوقتي ازاي هتمشي معايا في الكتاب بتاعك. خلاص؟ يلا بينا نستعرض الكتاب بتاعك وافهمك كل محاضره هتمشي ازاي. يلا بينا يلا بينا. ركز معايا بقى كده. دلوقتي قدامك ده الكتاب بتاعك اول صفحه. تمام؟ تمام. تعالى كده. طبعا احنا لازم نبدا المحاضره بتاعتنا بالدعاء ده وعاوزك تحفظه. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا هذا. اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين. تمام؟ الكتاب ده بيتناول ايه؟ شرح كل اساسيات اللغه الانجليزيه، مش سايبين بفضل الله عز وجل اي صغيره ولا كبيره في الاساسيات، بشكل مبسط ومنظم ومشروح باللغه العاميه. لما انت اوقات بتنسى المحاضره، فساعات بتنسى المستر قال ايه، فانا كاتب لك كل حاجه انا كاتبها باسلوب العاميه في الكتاب ومتجاوب عليها بشكل مبسط. تمام؟ الكتاب ده بيساعد اي شخص سواء ايا كان مستواه ايه، مستواك ضعيف، مستواك متفوق، مستواك فوق المتوسط، ميح، انا بادئ من الصفر. لو انت ميح فده هيساعدك تبقى كويس، لو انت كويس وناسي حاجات فده بيزود لك معلوماتك وبتراجع معايا. خلاص؟ تمام. خلاص؟ طيب تعال وخليك دايما فاكر مفيش حد بيتولد متعلم، كل واحد يقدر يتعلم لو بدأ صح. بدايتك صح هتعرف تنهيها صح. خلاص؟ طيب طبعا ده شويه كرتون كده. تمام. اول حاجه يا ولاد، لو جيت سالتك كده يا عزيزي وقلت لك تعرف تقول لي الانجليزي عباره عن ايه؟ ففي واحد فيكم هيفكر يقول لي ايه؟ الانجليزي عباره عن حروف، شاطر. واحد تاني يقول لي عباره عن ارقام، جميل جدا. واحد يقول لي عباره عن جمله، واحد يقول لي عباره عن محادثه، واحد يقول لي عباره عن ازمنه، واحد يقول لي مضارع بسيط، واحد يقول لي صفه، واحد تاني يقول لي مثلا يا مستر عباره عن علامات ترقيم، واحد تاني يقول لي يا مستر عباره عن ترجمه، واحد يقول لي عباره عن قطعه. كل الكلام ده صحيح، ولكن انت مش منظم. واهم حاجه في نجاح اي شخص التخطيط والتنظيم، البلاننج زي ما بيقولوا. لازم تبقى عارف انت هتمشي ازاي. تمام؟ لو انا دلوقتي رايح مثلا مشوار ومش عارف الطريق، فبشغل الجي بي اس، فالجي بي اس بيعمل لي طرق امشي عليها، صح ولا بمشي خلاص؟ لا، بيعمل لي طرق امشي عليها. فانا محتاج منك تعرف تنظيمه. التنظيم هو بدايه النجاح، اول سلمه في النجاح. تمام؟ تمام. فاحنا عاوزين نعرف الكلام اللي انت قلته كله ده، كل اصحابنا اللي قالوه ده صح، بس مش عارفين ايه. طب انا ايه المتاهات اللي انا عايش فيها دي؟ بص يا عمنا، اول حاجه الانجليزي ده كام حاجه؟ 5 حاجات. كام حاجه؟ هل يا مستر مصطفى الانجليزي كل ده 5 حاجات؟ المرحله الثانويه والمرحله الابتدائيه والاعداديه والكليه، كل الانجليزي 5 حاجات، بس متفرع منه حاجات كتير جدا. ازاي؟ تعال افهمك. اول حاجه عندنا الحروف. الايه؟ الحرف اللي هو اي بي سي، هنشرحه بالتفصيل. طب يا مستر تاني حاجه هناخد الكلمه، يبقى الحرف وبعد كده الكلمه وبعد كده العباره. يبقى الحرف، الكلمه، العباره، الجمله، شبه الجمله. حرف، كلمه، عباره، جمله، شبه جمله. حرف، كلمه، عباره، جمله، شبه جمله. كام حاجه دول؟ 5 حاجات. يبقى انا لما اسالك اقول لك كده انجليزي عباره، تقول لي يا مستر حرف، كلمه، عباره، جمله، شبه جمله. قول معايا تاني: حرف، كلمه، عباره، جمله، شبه جمله. يبقى دي اقسام اللغه الانجليزيه. جميل جميل. زي في اللغه العربيه بيقولوا ايه؟ اسم وفعل حرف. هنا بقى لا، حرف، كلمه، عباره، جمله، شبه جمله. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا. يبقى اول حاجه عرفناها اقسام اللغه الانجليزيه. تمام تمام. ناخد بعد كده يعني ايه الحروف. هتقول لي يا مستر انا عارف الحروف. اول غلطه عند طالب الثانويه العامه ان هو بيغلط في ايه بقى؟
بيغلط في عدد الحروف اللغه الانجليزيه اللي هي عدد حروف هجاء اللغه الانجليزيه. كم حرف يا صديقي؟ هتقول لي يا مستر انا بسمع كده كل سنه واحد يقول لي 28، واحد يقول لي 42، واحد يقول لي 26، واحد يقول لي 25، واحد يقول لي 22. ولكن يا عزيزي كل الكلام ده غلط. الصح فين يا مستر مصطفى؟ الصح ان هم عددهم 26 حرف، A B C لغايه Z او Z. تمام. يبقى حروف اللغه الانجليزيه عندنا كام حرف؟ 26 حرف. احنا بنقسمهم يا شباب لخمس حروف متحركه و21 حرف ساكن. لو انت ملاحظ انا عمال ايه بحكيها لك في حدوته، هنبدا دلوقتي اخدك كده ونروح نطبقه عليها على البورد. يبقى تاني احنا عندنا حروف اللغه الانجليزيه كام حرف؟ هتقول لي يا مستر عددهم 26. كم متحرك؟ 5. كم ساكن؟ 21. هنعرف ما هي الحروف المتحركه وما هي الحروف الساكنه. يبقى تاني اقسام الكلام في اللغه الانجليزيه يا شباب، هتقول لي يا مستر حرف، كلمه، عباره، جمله، شبه جمله. حرف، كلمه، عباره، جمله، شبه جمله. طيب قول لي عندنا الحروف كام حرف؟ اوعك تقول لي 28 ده في العربي، اوعك تقول لي 42. هم عددهم قد ايه؟ 26 حرف، وده الصح. طيب 26 حرف دول بنقسمهم ليه وايه؟ هتقول لي حروف متحركه وحروف ساكنه. الحروف المتحركه ايه هي والساكنه ايه هي؟ قال لك والله بكل بساطه يا عزيزي ان الحروف المتحركه عباره عن 5 حروف. ايه هم؟ حرف الاي، حرف الاي، حرف الاي، حرف الاو، حرف اليو. جميل. يبقى الحروف كم حرف؟ 5 حروف متحركه. حرف الاي، اي اي او يو، اي 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 اي او يو. صح. تمام. طب لا قدر الله نسيتهم، قال لك متجمعين في كلمه اسمها كلمه ايو. كلمه ايه؟ كلمه ايو. طب يا مستر بقيه الحروف؟ قال لك الحروف الباقيه اسمها حروف ايه؟ حروف ساكنه. يعني حرف الاي متحرك، حرف البي حرف ساكن، هو من حروف اي 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 او يو؟ لا. تعال نعرف الكلام ده على البورد هنا. تعال كده ناخد اول حاجه الحروف. سمي الله كده وصلي على رسول الله. طبعا انا سبت اول صفحه، سيبها عديها مش محتاجها دلوقتي، هرجع لها بس كمان شويه. لتر، يعني ايه لتر يا ولاد؟ هتقول لي مستر كده لتر يعني حرف. لتر يعني ايه؟ لتر يعني حرف. جميل. نغير بس اللون ده، اللون ده يجيش معايا سكه. طيب ركز بقى معايا كده واحده واحده. عندنا اولاد الحروف في حروف كابيتال وحروف سمول، حروف كابيتال وحروف سمول. حلو. الحروف الكابيتال قدامك ايه؟ لازم تعرف عن الكابيتال دي شويه حاجات. واحد، بتيجي مع الاسماء. يعني الاسماء، اسم الانسان ما ينفعش اكتب مصطفى بحرف اسمه بده، لا اكتبهم بالحروف دي. ام ده، احمد بالايه ده، مثلا ساره بالاس دي، مثلا عمر بالاودي، ما ينفعش اكتب بالاودي ولا بالاسم، يعني اكتب بالكابيتال. تمام. رقم 2 قال لك المدن، 3 اللغات، 4 الدول. كل الحاجات ديت لازم أن تبتدي بحرف كابيتال. اهم واحده بقى فيهم ايه هي بقى؟ بدايه الجمله. انت عارف ان بدايه الجمله ديت لازم تبتدي حرف كابيتال. ان بداتها بسمول يعملها لك غلط. ليه؟ لان احنا عارفين في الباراجراف بعد كده هناخده ازاي نكون جمله لازم ولا بد تبتدي بحرف ايه؟ كابيتال. خلاص. تعالى بقى ندخل في اول قاعده عندنا. الاول كده عايزك تعرف حروف اللغه الانجليزيه كام حرف. يلا قول لي كده. 26 حرف. كم متحرك؟ هتقول لي مستر 5 حروف متحركه. ايه هم؟ حرف الاي، حرف الاي، حرف الاي، حرف الاو، حرف اليو. طب قول لي كده مجموعين في كلمه ايه؟ في كلمه ايو. مجموعين في كلمه ايه؟ كلمه ايو. طب بقيه الحروف كام حرف؟ 21. زي ايه بقى؟ بس كده الساكن بي سي تي ال جي وانت ماشي. خلاص. يبقى لما اقول لك تاني ايه اقسام اللغه الانجليزيه؟ هتقول لي مستر مصطفى حرف كلمه عباره جمله شبه جمله. ايه هم الحروف؟ عددهم 26 حرف. كم متحرك؟ 5. ايه هم؟ الاي والاي والاي والاو واليو. مجموعين في كلمه ايه؟ مجموعين في كلمه ايه؟ ايو. خلاص. باقي الحروف حروف ساكنه 21. طيب يا اولاد عندنا اول قاعده بتبدا بيها اللغه الانجليزيه. ايه اول قاعده عندنا؟ قاعده البدايه. بص كده اكتبها ده، قاعده البداية. طب قاعدة البداية عبارة عن ايه يا اولاد؟ قال لك ان اي كلمة تبدأ بايه؟ بمتحرك. اسألني يا مستر ايه الحروف المتحركة؟ بص يا مستر مصطفى قول لي يا عم. حرف الاي، حرف الاي، حرف الاو، حرف الاي، حرف اليو. اي اي او اي يو او اي 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 او يو. خلاص.
اي كلمه في اللغه الانجليزيه هات لي اي كلمه بادئه بمتحرك فيجي قبلها ايه؟ فيجي قبلها ان وهنعرفه ليه دلوقتي. انما لو بادئه بساكن ومعتهم 21 يجي قبلها ايه. تعال نشوف الامثله اللي على البورد كده. باك، بص على اول حرف ايه ده؟ تقول لي يا مستر ده حرف البي. البي ده ساكن ومتحرك، ساكن، فعلشان هو ساكن انا عملت ايه؟ حطيت قبله ولا ليه؟ ساكن متحرك جميل. البي ساكن، اس ساكن، فحطيت طب يا مستر لو كان متحرك تعالى اقول لك ايه ده؟ متحرك ولا ساكن؟ متحرك. ايه ده؟ متحرك ولا ساكن؟ متحرك. متحرك. عملت ايه؟ حطيت اول ان. طب يا مستر عاوز اعرف ايه السبب ان انا ما بدلهمش؟ ليه ما اقولش مع الساكن ان ومع المتحرك اقول لك انا. هو انا لو عملتها كده بص كده ان بوك. تعالى كده نمسكها واحده واحده. هنجيب بس قلم تاني. البي ده ساكن ولا متحرك؟ هتقول لي يا مستر ساكن. الان ده ساكن ولا متحرك؟ هتقول لي يا مستر والله ساكن. قال لك ما ينفعش التقاء ساكنين ورا بعض، ما ينفعش حرفين ساكنين ورا بعض ولا متحركين ورا بعض، فالقاعده كده غلط. طيب حلو. طب ما تيجي كده بص كده، تعالى نعملها كده، ركز كده. لو عملتها كده قبل، ففي واحد شاطر دلوقتي هيقول لي ايه؟ طب ما تيجي يا مستر نشوفها كده. حرف الايه متحرك ولا ساكن؟ هتقول لي يا مستر متحرك. طب الايه متحرك. ينفعوا ولا ما ينفعوش؟ غلط. ليه؟ عدم التقاء متحركين ورا بعض. عرفت ليه احنا بنحط ان؟ طبعا انا ماشي معاك كانك طالع من كي جي 2 ورايح اولى ابتدائي، وانا بحط لك النقطه على الحروف. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا. فانت دلوقتي ما عندكش اي حجه. تمام. قال لك يا مستر بس في حاجه انا عاوز احفظها لك. اتفضل. مش احنا عارفين ان كل قاعده لها شواذ؟ عارفين ان كل قاعده لها شواذ، واحفظها دي. كل قاعده لها شواذ، كل قاعده لها شواذ، كل قاعده ولها شواذ، كل قاعده ولها شواذ. اللهم بلغت اللهم فشلت. حلو. مستر عندنا حرف اليو. ايه ده يا مستر؟ ماله ده؟ هو مش ده كان حرف متحرك؟ كان حرف متحرك. طب ايه حكايته؟ تعالى اقول لك حكايته. هو مش حرف متحرك؟ المفروض ياخد قال لك لا، احنا عندنا في حرفين في اللغه الانجليزيه بيعتمدوا على اقرا كده النطق. مستر مصطفى اتفضل يا صديقي. هو انا اصلا ضعيف في النطق. طب انا هعمل ايه دلوقتي لو جالي امتحان ثانوي عام؟ هقول لك يعني. تعال. ايه الحرف ده؟ حرف اليو. قال لك لو نطقته يهواو بتاخد جميل. مستر مصطفى اتفضل. انت تقصد اللي هو زي كلمه يونيفورم؟ عليك نور. انما ان نطقته بياخد ايه ده؟ يو بتاخد اي نطق غير اليو بياخد اي نطق غير اليو بياخد بياخد يبقى يو او اي نطق تاني ياخد تعال نشوفه كده مع بعض. تعال اقرا كده. يونيفورم اللي هو الزي اللي بتلبسه رايح المدرسه. بص يو. طب يعني انا عايزك تترجم ورا اي كلمه. يونيفورم يعني زي، اللي هو الزي الرسمي. طب دي نطقها يو. طب يو المستر قال يو بتاخد بتاخد اللي بعدها امبريلا. هو انا يعني ايه امبريلا الاول؟ شمسيه. هي الشمسيه بتاخد امبريلا. قلت يومبريلا ولا امبريلا؟ امبريلا. طب ما دام تاخد بتاخد اللي بعدها يوسفول مفيد. ولا هتقول لا يا مستر ما انت قلت يو بتاخد عندنا الكلمه دي. هتقول لا يا مستر حرف ليه حرف متحرك فاختار غلط. ليه يا مستر؟ الحرف ده حرف سايلنت مش بيتنطق. فالمستر مصطفى قال لي اي كلمه بادئه بيو بشوفها نطقها يو ولا كأن الاي مش موجود، فهنبص على اليو. طبعا عارفين كلمه يوروب. ايه ده؟ يوروب اللي هي اوروبا. انا قلت يوروب ولا ارب؟ قلت يوروب. اللي هي بقى انا عايز اقول شخص اوروبي. مصر ايجيبشيان. بص مصر يعني ايجيبت. طيب مصر ايجيبشيان. اوروبا يوروب. شخص اوروبي انا بوصل اوروبي يوريبيان. يوريبيان، ودي معناها شخص اوروبي اللي هو الاوروبي. خلاص. طيب انا قلت يوريبيان صح، تبقى الاجابه يونيون اتحاد. طيب انا بتلخبط. طب ما احنا عندنا كلمه شبيهه لها يونت.
الماستر بتاعك يقول لك يونت 1 يونت 2 يونت 3. يونت اللي هو بتاخد A. تمام. طيب يونيون اتحاد بتاخد A نيو برضه. ارجنت عاجل، لو انت بتسمع قناه مثلا اي قناه اخباريه فبيجي لك مثلا خبر عاجل ويقول لك ايه، بص كده يقول لك ارجنت يعني ايه؟ يعني عاجل. طيب ايه هو انا قلنا اي نطق غير الا اللي بياخد ايه؟ بياخد ان. فهمناها يا شباب؟ حرف الاتش، ركز بقى، حرف الاتش يا ولاد هو اسمه اتش في سبيس كده اتش، انما مستر انا عارف ان اسمه اتش اهي. كلمه اتش دي معناها ايه يا ولاد؟ معناها حكه في الجلد، لما الانسان يفضل يهرش كده دي اسمها حكه في الجلد. جميل. حرف الاتش يا مستر ده مش حرف ساكن؟ حرف ساكن، بس خلي بالك ليه نطق. احنا قلنا حرفين، حرف اليو وحرف الاتش. حرف الاتش لو نطقناه ه زي هوسبيتال، زي هاوس، زي هو، قال لك في الحاله بياخد طب لو نطقناه او او قال لك بياخد تعال نشوف كلمات كده ونطبق واحده. هورس، ركز كده، يعني هورس حصان. هو انت نطقته ايه؟ نطقته ه. طب ما دام نطقته ه يبقى ولا ان؟ هوسبيتال مستشفى. طب هوسبيتال اور يبقى ان ساعة. هاوس منزل ه يبقى تاخد ايه؟ هيرو بطل تاخد اونست شخص امين. ان اونست، ما اسمهاش هونست زي الشركه اللي بتيجي على التلفزيون، دي شركه غسالات. اونست امين او صادق. خلاص يا ولاد، خلاص كده يا ولاد المحاضره انتهت. شفت محاضره خفيفه ولطيفه ولذيذه ازاي؟ كل اللي عليك بس ان عاوزك تبقى ريلاكس خالص وتحاول تاخد الحاجه ببساطه. اتشرحت لك من البدايه، يبقى انا ذاكر ما راكمش دروسي عشان ربنا يرضى عنك ويوفقك باذن الله في الثانويه العامه، سواء بقى في سنه اولى، في سنه ثانيه، في سنه ثالثه، كله زي بعض. خلاص. اللهم ان كان توفيق فمن الله وحده، وان كان سهوا فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. القاكم على خير في محاضره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.